ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تستغربوا ان انا هرسم دلوقتي القلب بالالوان الفسفوريه، تقولي طب فين اقلامك، فين القلم الرصاص؟ اكتشفت ان انا نسيت مقلمتي في البيت، فقررت ان انا ادور على اي اقلام معايا واستخدمها وارسم بيها وكمان الون بيها. وجهة نظري اللي انا عايزه اوصلها لكم، مش لازم يبقى عندنا كل حاجه، كل الادوات الغاليه او الماركات علشان نعرف نرسم بيها حاجه حلوه. احنا ممكن باقل حاجه عندنا نرسم بيها ونلون بيها ونستخدمها ونلبسها وناكلها وكل حاجة. المهم ان احنا نكون مبسوطين من جوانا، فلما هتبقى مبسوط هتشوف ان اقل حاجة معاك دي اكبر حاجة في حياتك واحلى حاجة في الدنيا. وممكن تخلي اللي عنده احسن حاجة يبصلك فيها عشان انت راضي ومبسوط بالحاجة اللي في ايدك. بس كده. فالقلب ده ممكن ترسمه على جواب، ممكن ترسمه على كتاب عندك، ممكن تلونه وتكتب فيه جواب تديه لحد من انت بتحبه، صاحبك، باباك، مامتك، اي حد. مهم تكون راضي بأي حاجة معاك. بس كده. يا رب القلب يعجبكم والألوان اللي أنا لونتها بيه المرة دي، وهستنى رأيكم في القلب وهستنى كومنتاتكم. وبس كده، سيبكم بقى تشوفوا القلب لما حددته بقى بالألوان الفسفورية التانية. بس كده.